السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى بما اننا في وقت المدارس هنعمل مع بعض بقى وصفه حلوه جدا ولذيذه وكلنا بنحبها، وهي الكرواسون. هنعمل بقى ميني كرواسون كده حلو وسهل جدا وسريع ينفع لللانش بوكس. تعالوا نبدا الوصفه ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه في بوله كبيره كده عندي كوبايه من الميه، والكوبايه اللي بعاير بيها كل المكونات الباقيه. هحط عليهم كمان كوبايه من الحليب العادي بتاعنا. عندي كمان كوبايه من الميه بس مش هحطها كلها، حطيت بس حبه منها وسبت الباقي هنشوف هنعمل بيه ايه بعد كده. عندي بقى هنا 5 معالق من السكر هحطهم على اللبن والميه بتاعتي، وهقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي كويس كده وادوب السكر فيها. عندي بقى كمان معلقتين من الخميره هحطهم على الحليب والسكر والميه، وهبدا اقلبهم كويس كده مع بعضهم لحد ما تعمل فقاعات. ولو شاكه في الخميره بتاعتك تقدري تختبريها في نص كوبايه ميه ومعلقه سكر قبل ما تحطيها على باقي المكونات. عندي كمان 5 معالق كبار من الزيت، ويفضل ان يكون الزيت من غير ريحه قويه عشان ما تضايقش في طعم الكرواسون بتاعنا. هديهم تقليبه كده عشان كل المكونات تدخل في بعضها. بعد كده بقى عندي هنا كيلو من الدقيق، عليه معلقه صغيره من الملح، وانا بنخل الدقيق قبل ما اضيفه على المكونات عشان يديكي احسن نتيجه. حطينا بقى الدقيق وهنبدأ نسمي بسم الله كده ونقلب ونعجن العجينة بتاعتنا كويس قوي. اهم حاجة في نجاح المخبوزات انك تعجني العجينة كويس جدا وتخدميها، بتطلع معاكي المخبوزات احلى مليون مرة من اللي بتتباع بره. وانا بعجن حطيت معلقة من الزبدة او السمنة المتوفر عندك، بس للأسف الكاميرا ما صورتهاش. لميت بقى العجينة بتاعتي كده وهبدأ اخدها على السطح اللي انا شغالة عليه وعجنها كويس جدا لحد ما تطرى معايا خالص. وبكون جنبي حبة المية اللي سبناهم في الاول، باخد حبة حبة كده رشرش منها على العجينة وعجنها كويس جدا. يعني اجمالي المية كان 2 كوباية، وطبعا بيكون على حسب نوع الدقيق بتاعك. بعد كده بقى هفرد العجينة بالشكل ده، وعندي معلقة كمان من الزبدة او السمنة برضو عادي المتوفر عندك، وهدهنها على العجينة كده بالشكل ده، وهبدأ ألمها كويس جدا واعجنها لحد ما تطرى معايا خالص. هي في الاول هتديكي ملمس ان العجينة عمالة تتقطع زي ما انت شايفة، ما تقلقيش كملي عجن عادي جدا، هتتلم معاكي وتبقى طريه خالص وزي الفل. وبعد ما عجنتها بقى كويس بالزبده ده بيكون شكلها، شايفين العجينه كده طريه جدا جدا وزي القطنه في الايد ازاي. ده القوام اللي احنا عايزينه. هنحطها بقى في البوله بتاعتنا ونغطيها وندخلها مكان دافي عشان تتخمر حوالي نص ساعه او ربع ساعه حسب حراره المطبخ بتاعك. بعد ما اتخمرت بقى شايفين العجينه ما شاء الله ارتفعت وبقت زي الفل معانا ازاي. هبدا بقى اهبط العجينه عشان اوقف عمليه التخمير بتاعتها. بعد كده بقى بقسم العجينه بتاعتي لكور صغيره كده، مش صغيره قوي يعني، تكون متوسطه كده بالشكل ده. وهبدا بقى افرد الكوره بتاعتي كده بايدي، مش هنحتاج في الخطوه دي خالص اي فراده، هنفردها كده فرده بسيطه بس بايدينا. وهنجيب بقى قطعه صغيره من الزبده ونبدا نفردها على العجينه كده بالشكل ده. وهجيب برضو كورة تانية من العجينة وابدأ افردها بالشكل ده كده زي الاولانية بالظبط بايدي، وبعدين هدهنها برضو بحتة زبدة بالشكل ده. وهجيب بقى الدايرة الاولانية واحطها على التانية بالشكل ده كده وافردها بايدي. وهجيب طبق مدهون دهنة بسيطة من الزبدة وهحط العجينة فيه وادخلها التلاجة لحد ما اخلص باقي الكمية. انا هعمل كل 2 مع بعض بنفس الطريقة دي، ممكن تعملي كل 3 براحتك طبعا. وهندخلهم التلاجة ونطلع واحدة واحدة ونشتغل فيها. جبت بقى اول طبقة عملتها خالص وهبدأ افردها بالفردة بتاعتي كده بالشكل ده، احاول اخليها شكل دايرة. وبعد كده بقى هقطعها بالسكينة المثلثات صغيرة، عايزة تكبري المثلث براحتك، عايزة تخليه قد الكرواسون الكبير برضو اللي انت حباه. انا هنا هعمله ميني كرواسون فهعمل المثلث صغير. بعد كده بقى احط الحشوة بتاعتي اللي انا عايزاها، عايزة تحطي جبنة، عايزة تحطي شوكولاتة، جبنة تركي، تخليه سادة براحتك. ممكن كمان لو عندك زيتون او بواقي فراخ اي حاجة تنفع عندك حطيها وهتبقى حلوة جدا وياخدوها بدل السندوتشات. يعني ممكن تكبري الكرواسون شوية وتحشيه زيتون وجبن وطماطم واي حشوة، ممكن لو عندك بواقي لحمة او فراخ تحطيها. كل دي حشوات وافكار تنفع والمتوفر عندك استخدميه. ببدأ بقى الف المثلث بتاعي كده رول بالشكل ده، وده كده بيبقى شكله معايا. هكمل بقى باقي الكمية كلها بنفس الطريقة وبحطه في صينية مدهونة دهنة بسيطة من اي مادة دهنية. بعد ما رصيته بقى في الصينية كده هغطيه واسيبه يتخمر للمرة التانية لمدة ربع ساعة او حاجة. بعد كده هدهن الوش بشوية من السكر عليهم حبة من المية، ممكن تستخدمي بيض او شوية مية عليهم معلقة قهوة سريعة الذوبان او لبن اللي انت حباه. وهكون مشغله الفرن من قبلها على درجه حراره 180. بدخله الفرن رف اوسط لمده 20 دقيقه وعلى حسب طبعا الفرن بتاعك. واول ما لونه يحمر من تحت برفعه فوق واسيبه لحد ما ياخد لون ذهبي.
او لو حابه تشغلي عليه الشوايه براحتك. بخرجه من الفرن بقى، بغطيه واسيبه يهدى شويه من حراره الفرن، وبيبقى معايا بالشكل الحلو ده. ميني كرواسون تحفه وريحته خطيره جدا وقلب البيت. وبكيلو دي بس هتعملي كميه كبيره جدا، وتحتفظي بيها في علبه محكمه الغلق في التلاجة، وتطلعي منها وتسخني، او تحتفظي بيها في الفريزر عشان يقعد معاكي فتره اطول، وتطلعي منه برضو تسخني في طاسه او مايكروويف او اير فراير، هيبقى معاكي اكنه لسه طالع من الفرن. شايفين بقى شكله من جوه عامل ازاي، وتحفه وطعمه خطير واحلى كمان من بتاع بره. جربي تعملي الكرواسون في البيت وهيعجبك جدا ويطلع معاكي حلو من اول مره. وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفه جديده.